في حي مليء بالفقر والجريمة، ولد طفل مهاجر لم يكن يملك شيئا سوى موهبته. كرة صغيرة أصبحت وسيلته للهروب من الواقع وملاذه من قسوة الشوارع. لم يكن أحد يعلم أن هذا الطفل سيسقط البرازيل في نهائي كأس العالم ويقود ريال مدريد إلى أمجاد خيالية. إنها القصة التي تبدأ من لا شيء وتنتهي بكل شيء. إنها قصة زين الدين زيدان. الطفولة والجذور. في 23 من يونيو عام 1972 ولد طفل صغير في مدينة مارسيليا الفرنسية. لم يكن أحد يتخيل أنه سيصبح لاحقاً رمزاً عالمياً لكرة القدم. أطلق عليه والده اسم زين الدين يزيد زيدان، أو كما سيعرفه العالم لاحقاً زيزو. ينحدر زيدان من عائلة جزائرية مهاجرة من منطقة القبائل. كان والده إسماعيل زيدان قد غادر الجزائر في خمسينيات القرن الماضي باحثاً عن فرصة أفضل لعائلته بعيداً عن أجواء الحرب الاستعمارية آنذاك. استقر في فرنسا، لكنه وجد نفسه وسط حياة مليئة بالصعوبات. عمل حارساً ليلياً في مستودع لشركة لوازم، فيما كانت والدته مالكة تدير شؤون البيت وتربي أطفالها الخمسة. نشأ زيدان في حي لا كاستيلان، أحد أفقر الأحياء في مارسيليا. كان الحي مزدحماً بالعمارات المتلاصقة تنتشر فيه البطالة والجريمة والمخدرات، لكنه أيضاً كان مليئاً بروح المهاجرين الباحثين عن حياة أفضل. هناك وسط هذا التناقض تربى زيدان. لم يكن تلميذاً مثالياً في المدرسة، لكنه كان هادئ الطبع، خجولاً إلى حد ما، يهرب من ضجيج الشوارع إلى عالمه الخاص. كرة القدم كانت الساحات الإسمنتية الصغيرة ملعبه الأول، وهناك بدأ يظهر شيء مميز في أسلوبه. لم تكن الكرة تلتصق بقدميه فقط، بل كانت تبدو وكأنها تفهمه، تطيعه في كل لمسة. يقضي ساعات طويلة يركلها بحماس، يقلد نجوم منتخب فرنسا والجزائر الذين يشاهدهم على شاشة التلفاز القديم في بيت العائلة. عندما كان عمره 10 سنوات لفتت موهبته أنظار أحد كشافي كرة القدم المحليين، فأتيح له فرصة الانضمام إلى ناد صغير في المنطقة. لم يكن الأمر سهلاً. المسافات الطويلة بين البيت وملعب التدريب وتكاليف النقل كانت عبئاً على الأسرة المتواضعة، لكن والده لم يتردد. إذا كان هذا طريق ابني فسأدعمه مهما كان الثمن. كانت هذه الكلمات بداية الدعم العاطفي الذي سيحمله زيدان معه طوال مسيرته. في سن 14 حصل زيدان على فرصة العمر، الانضمام إلى مركز تكوين نادي كان. الانتقال إلى هناك كان صدمة للطفل القادم من حي شعبي، فقد كان عليه أن يعيش بعيداً عن أسرته لأول مرة، يتعلم الانضباط ويعيش حياة احترافية مبكرة. الطريق إلى النجومية. بعد أن أنهى سنواته الأولى مع نادي كان الفرنسي، حيث اكتسب الخبرة وتعلم الانضباط في بيئة احترافية، كان زيدان يحتاج إلى خطوة أكبر تضعه تحت الأضواء. وهنا جاء الانتقال إلى نادي بوردو عام 1992. في ذلك الفريق بدأ زيدان يكشف عن حقيقة موهبته. لم يعد مجرد لاعب شاب موهوب، بل صار صانع ألعاب استثنائياً، يملك القدرة على رؤية الملعب بشكل لم يعتده الفرنسيون من قبل. كانت لمساته ناعمة كالفن، لكن تأثيرها في المباراة كان قاتلاً للخصوم. مع بوردو برز على الساحة الأوروبية لأول مرة عندما قاد الفريق إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1996، رغم أن النادي لم يكن من عمالقة أوروبا. هذه التجربة أعطته الثقة، كما لفتت أنظار الأندية الكبرى إليه، وأصبح اسمه مطروحاً في سوق الانتقالات بقوة. وهنا جاءت المحطة التي ستغير حياته، الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 1996. كان الدوري الإيطالي آنذاك أقوى دوري في العالم، حيث اجتمع فيه أفضل النجوم وأشد المنافسات. في تورينو واجه زيدان تحدياً جديداً: كيف يفرض نفسه في فريق مليء بالنجوم وسط جمهور لا يرضى إلا بالانتصارات؟ لم يخذلهم. في موسمه الأول قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. ورغم الخسارة أمام بروسيا دورتموند، أدرك الجميع أن زيدان قد أصبح بالفعل لاعباً من الصف الأول عالمياً. في يوفنتوس صنع شراكات لا تنسى مع أليساندرو ديل بييرو،
وكانا معا يشكلان ثنائيا يدمج بين الفن والقوة. خلال 5 سنوات في السيدة العجوز توج بالدور مرتين، وشارك في نهائي دور الأبطال 3 مرات متتالية، رغم أن اللقب القاري الكبير لم يتحقق هناك. لكن الحدث الأهم في تلك الفترة كان على مستوى المنتخبات، ففي صيف 1998 جاءت اللحظة التي صنعت من زيدان أسطورة: كأس العالم على أرض فرنسا. لم يكن المنتخب الفرنسي يملك تاريخاً عظيماً في البطولة، لكن مع جيل استثنائي من اللاعبين مثل ديشامب، تورام، بلان وهنري، كان هناك شعور بأن شيئاً مميزاً قد يحدث. في البطولة لعب زيدان دوراً محورياً رغم غيابه عن بعض المباريات بسبب الطرد في دور المجموعات، لكنه عاد بقوة في النهائي ضد البرازيل، حيث ارتقى مرتين ليسجل هدفين بالرأس في مشهد بدا وكأنه مرسوم للخلود. فرنسا فازت 3-0، وزيدان صار بطلاً قومياً وأيقونة للمهاجرين الذين رأوا فيه صورة النجاح والانتماء. وفي نهاية العام نفسه توج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، ليضع نفسه رسمياً بين أساطير كرة القدم، ويؤكد أن موهبته ليست مجرد لحظة عابرة، بل بداية مسيرة خالدة. لم يتوقف المجد عند ذلك الحد. بعد عامين فقط عاد ليقود فرنسا إلى لقب يورو 2000، مقدماً أداءً أسطورياً جعله يختار أفضل لاعب في البطولة. في تلك الفترة لم يكن هناك لاعب وسط في العالم يمكن مقارنته بزيدان. كان المايسترو الذي يسيطر على إيقاع المباريات بلمسة واحدة. ثم جاء عام 2001، العام الذي شهد أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم وقتها. دفع ريال مدريد 75 مليون يورو للتعاقد معه، ليكون حجر الأساس في مشروع الجلاكتيكوس، إلى جانب فيغو، كارلوس وراؤول، ولاحقاً رونالدو وبيكهام. بالنسبة لزيدان كان الانتقال إلى مدريد يعني مرحلة جديدة، مرحلة المجد العالمي الأوسع. وفي موسمه الأول سجل أحد أعظم الأهداف في تاريخ كرة القدم، ذلك الهدف الطائر بقدمه اليسرى في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002 ضد باير ليفركوزن. الهدف لم يكن جميلاً فحسب، بل كان حاسماً، فقد منح ريال مدريد لقبه التاسع في البطولة. صار هذا الهدف بطاقة تعريف زيدان إلى الأبد، ومشهداً أيقونياً لكل محب لكرة القدم. مع ريال مدريد حقق العديد من البطولات، لكن الألقاب لم تكن وحدها مميزة، بل الطريقة التي لعب بها. كان زيدان أشبه بفنان يرسم لوحات على العشب الأخضر، كل لمسة منه كانت درساً في الجمال والهدوء تحت الضغط. الجماهير لم تر فيه مجرد لاعب، بل معجزة تتكرر كل أسبوع. ومع ذلك لم تخلو مسيرته من لحظات مريرة. ففي كأس العالم 2006 وهو يقود فرنسا للمرة الأخيرة، عاد ليبهر العالم بأدائه المذهل، مسجلاً هدفاً رائعاً في النهائي ضد إيطاليا. لكنه ختم مسيرته بطريقة صادمة حين قام بنطح المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي ليخرج مطروداً في آخر ظهور له كلاعب. رغم ذلك لم تلطخ هذه اللحظة إرثه، بل جعلته أكثر إنسانية في نظر كثيرين. بطلاً عظيماً عاش المجد كما عاش الانفعالات البشرية. هكذا من بوردو إلى يوفنتوس، ومن كأس العالم 1998 إلى ريال مدريد، كتب زيدان فصول أسطورته كلاعب، وصار أحد أعظم من لمسوا كرة القدم على الإطلاق. المدرب الأسطورة. بعد اعتزاله بدا زيدان وكأنه سيبتعد عن الأضواء. عمل مستشاراً في ريال مدريد، ثم مسؤولاً عن تطوير المواهب في أكاديمية النادي، لكن الحنين للمنافسة لم يفارقه. عام 2014 تولى تدريب فريق ريال مدريد كاستيا ليبدأ رحلة جديدة كمدرب. في يناير 2016 هبت أزمة على ريال مدريد، كانت النتائج متردية والروح المعنوية منخفضة، والجماهير تعصف بالغضب. الرئيس فلورنتينو بيريز كان بحاجة إلى منقذ، إلى شخص يفهم روح النادي، إلى زيدان. قررت الإدارة منحه قيادة الفريق الأول. الكثيرون شككوا، كيف يمكن للاعب سابق بلا خبرة تدريبية كبيرة أن يدير نادياً بهذا الحجم؟ لكن زيدان لم يتأثر بالكلام. خلال أشهر قليلة أعاد الانضباط إلى غرفة الملابس، واستطاع أن يخلق جواً من الثقة بين اللاعبين. النتيجة كانت مذهلة: الفوز بدوري أبطال أوروبا 2016، ثم 2017، ثم
2018 ليصبح أول مدرب في التاريخ يحقق البطولة 3 مرات متتالية في نسختها الحديثة، كما قاد ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني وكأس العالم للأندية. أسلوب زيدان في التدريب كان مختلفاً، لم يكن مدرباً صارماً تكتيكياً فقط، بل كان قائداً يعرف كيف يقرأ نفسيات اللاعبين ويمنحهم الحرية لإظهار أفضل ما لديهم. لقد كان لاعباً يعرف ما يحتاجه اللاعبون، وهذا ما جعله محبوباً لدى نجوم بحجم رونالدو ومودريتش وراموس. لكن الضغوط كانت هائلة. ترك النادي عام 2018 ثم عاد مرة أخرى عام 2019 ليحقق مزيداً من النجاحات، ومع ذلك اختار في النهاية أن يبتعد، مؤكداً أنه لا يريد أن يستنزف في بيئة مليئة بالسياسة والانتقادات المستمرة. بعد كل تلك السنوات في الملاعب والدكة، يعيش زين الدين زيدان اليوم حياة أكثر هدوءاً، يقضي وقته مع زوجته فيرونيك وأبنائه ال4 الذين ورث بعضهم حب كرة القدم. ابتعد عن الضوضاء الإعلامية، لكنه لا يزال حاضراً في ذاكرة الجماهير كلاعب ساحر ومدرب عظيم.